السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. سمعنا كتير عن الصيام المتقطع وخصوصا لما بتتكلم على حمية الكيتو، بس انا النهارده مش عايز اكلمكم على الصيام المتقطع على قد ما عايز اكلمكم على التمرين اثناء الصيام، وخصوصا لما يبقى الصبح. طبعا احنا كبرنا واحنا عمالين نسمع ان ما ينفعش تتمرن على معدة فاضية، لان الاكل اللي انت بتاكله هو ده اللي هتستخدمه في الطاقة. فالعقل ما بقاش يقدر يتقبل فكرة ان احنا تعالى نتمرن، وخصوصا كمان لما تبقى تمرينة شديدة على الصيام. هيقول لك طب هجيب الطاقة دي منين؟ الواحد لو قعد يفكر فيها شوية سبحان الله الجسم البشري ده ممكن يبهرك، بس احنا اللي بنحط له قيود. انا النهارده جايب لكم دراستين بتتكلم عن مقارنات ما بين ناس بتتمرن على صيام وناس بتتمرن بعد الفطار، فتعالوا نشوف الدراسات دي بتقول ايه. دي أول دراسة زي ما انتم شايفين كده، دي دراسة مراجعة شاملة وتحليل ميتا ل 46 دراسة. جمعوا 46 دراسة كانوا عملوا مقارنات ما بين ناس بتتمرن على صيام وناس بتتمرن بعد الفطار، وقارنوا ما بينهم في 3 حاجات. أول نقطة قارنوا الأداء، شافوا ان لو التمرينة طويلة يعني بتجري مسافة طويلة وبمعدل متوسط مش قوي، لقوا ان الأداء أحسن لو انت عملته بعد الفطار. بس لو التمرينة مسافة قصيرة او تمرينة الكثافة بتاعتها شديدة، لقوا ان مفيش فرق. لو انت فكرت فيها شوية هتلاقي ان الكلام ده بيدعم التمرين على الصيام، لان انت لو انت اكلت ولا ما اكلتش ولقيت ادائك هو طب ما خلاص هتمرن على صيام وبعد كده اكل بعد التمرين، لان انت لو كلت قبل التمرين طبيعي هتاكل بعد التمرين، فانت ما استفدتش حاجة، الاداء هو فانت كده بتزود السعرات، فبالاخر انت كده لو غرضك ان انت تخس ده مش هيخسسك. طيب تاني نقطة اتكلموا فيها ان لقوا ان الاحماض الدهنية الحرة في الدم تركيزها اعلى بعد التمرين في المجموعه اللي كانت بتتمرن على الصيام، فده معناه ان حرق الدهون كان اعلى، لان الاحماض الدهنيه الحره دي بتتكون بعد ما بتحرق الدهون. فدي نقطه كمان مهمه لو انت غرضك ان انت تخس، لان ده بيعلي مستوى حرق الدهون. ثالث نقطه اتكلموا لقوا ان التمرين على الصيام بيزود من فتح الاشارات الايضيه في العضلات والخلايا، يعني من الاخر بيحسن النشاط الايضي والميتابوليزم، وبيخلي الجسم يتكيف على انه يتمرن وهو صايم. طيب تاني دراسه زي ما انتم شايفين كده، دي دراسه اتعملت على 20 رياضي، قسموهم على مجموعتين، مجموعه هتتمرن على صيام ومجموعه تتمرن بعد الفطار، وكمان هيدوهم كمان جلوكوز اثناء التمرين. الدراسه كانت عباره عن ان هم هيدخلوهم برنامج تدريبي لمده 6 اسابيع، هيتمرنوا كل اسبوع 4 مرات ركوب دراجات من ساعه لساعه ونص على شده تمرين 70% من الفي او 2 ماكس بتاعهم اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. طب ايه كانت النتيجه؟ اتكلموا على 3 حاجات. في الاول الاداء، لقوا ان الاداء متماثل خلال ال6 اسابيع، هو نفس الاداء سواء كنت صايم ولا سواء كنت واكل او اثناء التمرين كمان ادوك جلوكوز. تاني حاجه اتكلموا عليها هي التكيفات الايضيه او الميتابوليك ادابتيشن. لقوا ان الدهون المخزنه جوه العضلات، مش المخزنه جوه الكبد، الدهون المخزنه جوه العضلات اللي اسمها الانترامايوسيلولار ليبيد، ودي دهون مهمه جدا لانها مصدر طاقه اضافي في التمارين اللي هي طويله، تمارين التحمل، خصوصا مثلا لو انت بتجري مسافات طويله او ركوب دراجات مسافات طويله. لقوا ان الدهون دي بتتحلل او بتتاكسد لو انت بتتمرن على صيام اكتر من لو انت بتتمرن على اكل. ليه؟ لان هو بيقول لك لقوا في الياف معينه في العضلات، الالياف دي بتحرق الدهون دي اكتر لو انت بتتمرن على صيام. وحاجه كمان عن التكيفات الايضيه، لقوا ان الانزيمات الايضيه اللي مسؤوله عن حرق الدهون زادت، فبالتالي حرق الدهون كان اكتر. يعني من الاخر لو انت بتتمرن على صيام هتحرق دهون اكتر فهتخس. ثالث حاجه الدراسه شافتها ان هم لقوا ان المجموعه اللي كانت بتتمرن على الصيام ان نسبه السكر في الدم بعد التمرينه ما قلتش خالص، يعني التمرين على صيام منع هبوط السكر، فبالتالي دي وسيله ان تخلي السكر بتاعك مستقر اثناء الرياضه. طبيعي ان انت لما تيجي تتمرن مش واكل فهتقول ان السكر بتاعها هيهبط جامد، بس اللي بيحصل ان انت بتحرق الدهون اللي متخزن في الكبد او الجلايكوجين اللي هو صوره السكر اللي بتتخزن في الكبد، بتحرقها وبتستخدمها كمصدر للطاقه، فده بيطلع في الدم فبيعلي لك السكر شويه، بيخلي السكر بتاعك متوسط، هو مش بيعليه، هو ما بيخلوش يهبط، فانت بتلاقي ان السكر بتاعك مستقر. في المقارنه الكلام ده ما حصلش في الجروب الثاني اللي هو بيتمرن بعد الفطار، لان انت اصلا لما بتفطر بترفع سكرك، فخلاص الجسم مش هيمنع الهبوط بتاع السكر لان سكرك اصلا عالي. الخلاصه من الدراستين دول ان انت ادائك مش هيتاثر لو انت بتتمرن على صيام، حرق الدهون هيعلى، النشاط الايضي والميتابوليزم هيعلى، بتستفيد من حرق الدهون اللي موجود في العضلات عشان لو انت هتمارس رياضه طويله، وكمان في الاخر سكرك ما بينزلش فما بيحصلوش هبوط، فانت
بتبقى سكرك مستقر بعد التمرين على طول. طيب النقطة دلوقتي ازاي نبدأ؟ تبدأها تدريجيا. يعني انت مثلا اول مرة هتتمرن على صيام بلاش يبقى الصبح خالص، خليها في يوم انت مثلا اتغديت على الساعة 2، اتمرن مثلا الساعة 5 تكون انت مثلا في 4-5 ساعات مثلا ما اكلتش فيهم، اتمرن تمرينة خفيفة جدا، وبعد كده ابتدي زود الساعات شوية، وفي يوم من الايام ابتدي بقى الصبحية. بس لما تيجي تبتدي الصبحية خليها تمرينة خفيفة خالص ويبقى مدتها قليلة. هرولة مثلا لو انت بتلعب في الجيم تبقى حاجات كارديو خفيفة، ما تعليش شدة التمرينة مرة واحدة، خليها تدريجيا لغاية لما جسمك يتعود، وهتلاقي ان جسمك بيستجيب. لما توصل للمرحلة دي ابتدي بقى زود شدة التمرين وزود الوقت بتاعه، وهتلاقي نفسك ادائك هو بالظبط وممكن كمان احسن. اخر نقطة عايز اتكلم فيها، لو انت الرياضة اللي انت بتمارسها كمال اجسام يستحب ان انت لو هتروح الجيم على صيام تاكل بعد التمرين على طول، لان انت الغرض من تمرينتك ان انت تكبر العضلات. فهو لو انت هتمارس اي رياضة تانية مفيش مشكلة ان انت بعد الرياضة تفضل فترة من غير ما تاكل، لو انت عايز تكمل الصيام تشرب مية وتعوض الاملاح اللي انت خسرتها. بس لو رياضتك كمال اجسام وبناء عضلات يستحسن ان انت بعد التمرين على طول تكسر صيامك. دلوقتي هنهي الفيديو بان انا هوريكم تطبيق عملي يومين انا بتمرن مثلا في بداية الاسبوع تمرينة خفيفة على صيام، وفي نهاية الاسبوع تمرينة طويلة على صيام. اشوفكم في فيديو جديد. الحمد لله خلصنا التمرينة. هو عادة يوم الحد بيبقى تمرينة بنسميه لونج ران، بتبقى عبارة عن انت بتعمل محاكاة ليوم السباق. فانت لو مثلا بتجري نص ماراثون اللي هو 21 كيلو، بتجري حوالي 18 ل 19 كيلو عشان تعود الجسم على المسافة دي. لو بتجري الماراثون اللي هو 42 كيلو عادة بتجري بتاع 35 كيلو 38 كيلو عشان تعود الجسم على يوم السباق. فاحنا دايما بنعمله يوم الاحد. الحمد لله عملته على صيام، لسه ما فطرتش، هي كوبايه قهوه الصبح وخلاص. بنرجع بقى نفطر. طبعا انت بتبتديها تدريجيا زي ما انا قلت. اي رياضه بتمارسها ابتديها شويه شويه وانت صايم، وبعد كده زود بقى الريتم وزود القوه وزود الشده. الساعه 10 يوم جديد، لسه مخلصين 10 كيلو على صيام. والدنيا بتمطر والصيف شكله خلاص مشي، الجو حلو جدا.